السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. عملنا شوية رز بلبن. لزوم ايه بقى؟ لزوم الحر، وكمان خروجنا من العيد واكلات العيد، المشويات والفتة والخضار. فقلنا نرطب كده على حاجة على قلبنا وعلى معدتنا. فعملنا شوية الرز بلبن دول. عملناهم ازاي يا لولو؟ بمنتهى البساطة. جبت حلة على النار، حطيت فيها كوبايتين ونص من المية، وغسلت كده كوباية رز حلوة مصري ونزلت بيها على المية، وهديت النار وسبت الرز يستوي خالص مع نفسه لغاية ما المية نشفت منه. عقبال بقى ما الرز يستوي حضرت اللبن. جبت لتر واحد من الحليب، وجبت كوباية تانية حطيت ربع كوباية من الحليب برضو. لتر الحليب اللي هو في الشفشق ده حطيت عليه السكر. والسكر يا حبيبة قلبي زي ما انت عايزة مسكر قوي حطي زي ما انت عايزة، على حسب ذوقك انت. حطيت السكر وهحط اضافة تانية. عملت الرز بلبن معاكو اكتر من مرة حطيت كريم شانتيه، مرة حطيت قشطة. المرة دي هحط لبن بودر. لبن الحليب اصلا كان كامل الدسم، ما شلتش منه القشطه ولا اي حاجه. غليته وحطيته في التلاجة. هنا ضفت معلقتين من اللبن البودر، وقلبته مع السكر مع كيلو الحليب. وجبت هنا ربع كوبايه اللبن، حطيت عليها معلقتين نشا، والمعلقه التانية كانت ممسوحه شويه. وقلبت بقى هنا النشا في ربع كوبايه اللبن لغايه ما النشا دابت معايا خالص. يلا بقى حط اللايك بتاعي. القناة والله واقعة قوي يا حبايبي، يا ريت تحطوا اللايك عشان القناة تطلع شوية. احنا بنتعب قوي قوي في الفيديوهات دي. هنا اللبن بتاعنا، هنا اسفة الرز بتاعنا، بصوا اتشرب المية واستوى خالص. هبدأ هنا اضيف الحليب. هنا بقى بضيف الحليب اهو وبقلب، وانا مشغله النار على نار هاديه عشان طبعا الرز ما كانش يلزق في قاع الحله. هنا بعد ما ضفت الحليب ببدأ أقلبه كويس وأسيبه يغلي، يستوي شوية كده أو يشرب الرز من اللبن اللي احنا حطيناه. أول بقى ما ابتدى يغلي كده معانا، على نار برضو هادية، ما تعليش عليه النار عشان برضو ما يلزقش في قاع الحل. جبت هنا بقى النشا باللبن اللي أنا دوبته، بترجعي تقلبيه تاني عشان النشا بيترقد كده في قاع الكوباية. قلبته وضفته على اللبن. كنت هنا في المرحلة دي بضيفه بالتدريج عشان انا عايزة السمك ما يبقاش تقيل قوي، انا عايزاه يبقى كريمي كده حلو. لقيت فعلا هو ربع كوباية اللبن ومعلقتين النشا كانوا مظبوطين جدا، وكان عندي بالشكل دوت. سبته بقى يبدأ ياخد غلوة كده واحدة بس في النشا، مش كتير عشان ما يتقلش معايا قوي. وكده ببدأ أطفي عليه، بس قبل بقى ما هطفي عليه هضيف الفانيليا. وتقدري هنا تستبدلي الفانيليا بماء ورد، ماء زهر، زي ما انت عايزه. بس انا هنا بحب قوي قوي ريحة الفانيليا في الرز بلبن. هنا كده خلاص الرز بتاعنا استوى وبقى زي الفل، حاجة كده عسل. يلا بقى نصبه في البولات بتاعتنا. هنا حطيت الحلة الحلوة دي على الرخامة، وابتديت اجيب القوالب بتاعتنا ديت اصب فيها. قوالب الفخار ديت اللي هي بتاعه الزبادي، ببدأ احط فيها كده الرز. وكمان بحط في اطباق عادية بتاعه الرز بلبن. انا غرفت معاكم طبق من ده وطبق من دوت عشان طبعا الفيديو ما يطولش عليكم. وهنا كان احلى شوية رز والله يا جماعة. يعني بكيلو لبن تقدري تعملي حاجة حلوة جدا لولادك، وتحلية بسيطة. حتى لو مفيش لبن بودر، حتى لو كيلو لبن واحد، نص كيلو لبن، اعملي حاجة بسيطة حلوة في قلب بيتك ترطب على قلبنا في الجو الحر ده. هنا حطيت القوالب ديت في الفرن تحت الشواية، خدت اللون الحلو ده. وبقيت البولات التانية حطيت بقى اللي بيحب زبيب حطيت له، واللي بيحب سادة حطيت له. ودلوقتي بقى كل الواحد اللي عايز حاجة بياخدها.
وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون خفيف على قلبكم يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.